الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. النهارده كده هنعمل عشاء سريع. هنعمل برجر، يا رب الطريقة تعجبكم. قبل ما ندخل على الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة لو مش مشتركة عندي، وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد انزله. تعالوا بقى كده نشوف هنعمل ايه. هنا ده معايا نص كيلو لحمة مفرومة زي ما انتوا شايفين كده، ومعايا هنا بيضايه، 3 معالق بقسماط ناعم، معلقتين كبار كاتشب، وبصلايه مفرومه، وملح وفلفل، وبهارات البرجر اهو زي ما انتوا شايفين كده، جايباها من ماي واي اهو. طعمها جميل جدا يا بنات، وريحتها تحفه، فيها كل البهارات اهو. هنحط بقى كل المقادير دي في بعض ونعجنها وبس كده. ده البرجر بتاعنا مفيهوش اي حاجه. هننزل كده بالبصله اهو، كان طعمه جميل جدا وريحته تحفه. وهنزل كده بالبقسماط اهو، وهنزل بالتوابل اللي هي الجاهزة دي، جميلة جدا. انا كنت جايباها ب10 جنيه او 8 جنيه مش فاكرة، هي في الحدود دي يعني. الباكو ده بيتحط على نص كيلو لحمة مفروم. لو هتعملي كيلو هتجيبي 2 اهو. لو مش محتاجة يعني مش عايزة يعني تجيبيه، حطي بقى توم باودر وبصل باودر وبابريكا وبهارات فراخ، قصدي لحمة، سوري. هنزل بقى كده بالكاتشب اهو. الكاتشب بقى بيدوله طعم جميل جدا. دول معلقتين كبار هنزل بيهم كده، وهنزل بالبضايه اهو. بيبقى عشا كده خفيف للولاد، عايزه تعملي غدا برضو براحتك، بس احنا الصراحه اتعشينا بيه. جنبه بقى كده كاتشب وبطاطس محمره شيبسي وحاجات من دي. حطيت بقى شويه ملح صغيرين عشان برضو الايه التوابل دي فيها ملح، وحطيت شويه فلفل برضو صغيرين. هبدأ كده اقلبها بالمعلقة، وبعد كده هعجنها بايديا عشان كله يدخل في بعضه كده، وتبقى عجينة كده حلوة متماسكة اهو. اهو يا حبايبي، طريقتها سهلة جدا وطعمها تحفة، وعشاء خفيف. تغيير برضو للولاد، واحسن كمان من الجاهز، طعمه جميل جدا عن الجاهز والله العظيم. انا عن نفسي مش بحب الجاهز، بيبقى ليه طعم كده غريب وانا مش بحبه صراحة. بس انا ما جربت ده عجبني جدا وطعمه جميل جدا جدا، وطريقته سهلة زي ما انتوا شايفين كده. زي ما انتوا شايفين كده بدأت اعجنه كويس، ما شاء الله العجينة متماسكة ولونها جميل وريحتها تحفة قبل ما تستوي كمان اهو. اهو شوفوا، متماسكة جدا ولا بتلزق ولا اي حاجة. هتسيبها في التلاجة نص ساعة، بس انا صراحة ما سبتهاش يعني، عملتها على طول عشان الولاد كانوا جعانين. جبت كده كيس التلاجة ده، كيس التلاجة، وقطعته زي ما انتوا شايفين من الجنبين كده، وهعمله 4 قطع عشان اعمل عليه اهو زي ما انتوا شايفين اهو. يا حبايبي عملت كده اول واحدة اهي زي ما انتوا شايفين، ما شاء الله السمك بتاعها كويس. انا صراحة مش عندي المكبس بتاع البرجر، بس بعمله كده زي ما انتوا شايفين. عندك انتي غطا بقى عايزة تعملي بيه عشان يبقى كله حجم واحد براحتك، عايزة تجيبي المكبس برضو براحتك، هو مش غالي ولا حاجة، هو ب35 جنيه. بس انا ما كانش عندي الوقت ده يعني، فعملته كده زي ما انتوا شايفين، وطلع كله والله بسوي واحد يعني، مش فيش حاجة يعني اكبر من حاجة، هما كلهم زي بعض. هتكوريها كده، تاخدي القطعة تكوريها زي ما انت شايفة كده، وتحطيها على الكيس كده وتفرديها اهو زي ما انتوا شايفين كده. بكورها وابدأ احطها على الكيس وافردها بس كده. بفردها بقى قد بعض وسمك بعض عشان يبقى السوا كله واحد اهو. نص كيلو طالع معايا 14 قطعة ما شاء الله. نعمل كمان واحدة
تكوري بقى كده وتفردي على طول. بس كده، سهلة خالص مفيهاش اي حاجة. اهو هساوي بقى كده واظبطها عشان تبقى مقاس التانيين اهو. بس هتعملي بقى الكمية بتاعتك كده وتحطيها في التلاجة برضو تتشمع شوية، وبعد كده إيه تسويها يعني. بس انا زي ما قلت لكم كنت مستعجلة عليها، عملت كله كده على طول وعلى النار على طول اهو زي ما انتوا شايفين. انتي بقى عايزة تكبري كبري عن كده، عشان انا صراحة كنت عاملة المقاس ده. وهو البرجر بيكش طبعا، كش شوية على النار، فانا ما كنتش يعني مفكرة اللي هيكش كده، فهيكش شوية يعني. فانتي كبري لو عايزة بقى. ما شاء الله كده خلصت كل الكمية اللي معايا. هبدأ ارصهم كده عشان ادخلهم التلاجة نص ساعة اهو. عايزة برضو تفرزيهم على كده فرزيهم وتطلعي منهم في اي وقت براحتك، برضو بتبقى جميلة برضو وبتنجز برضو في الوقت. بتطلعيها كده وهي متجمدة تحطيها على الجريل على طول. هنا بقى جبت الجريل بتاعي كده، هدهنه كده شوية زيت اهو بالفرشة كده، وهسخنها كويس، وهنزل بقى بالبرجر اللي معايا واحدة واحدة اهو. لازم الطاسة والجريلا تكون سخنة جدا. ما عندكيش الجريلا دي، عندك طاسة اعملي فيها مفيش اي مشكلة اهو. هنرص بقى كده لحد ما تاخد معايا الكمية. وطبعا كنت جايبة معايا العيش الكايزر ده فينو. انا ساعات والله بعمله في البيت بيبقى احسن كمان. جبت بقى معايا من بره، وجبت شيبسي طبعا. وقلت بقى عشا كده. هو مش عشا خفيف ولا حاجة، بس الصراحة انا عملته عشا لاني انا ما كنتش عاملة غدا صراحة يعني كنت عاملة غدا حاجات يعني كده بواقي اكل كان عندي من قبلها بيوم يعني. فحسيت الولاد كده ما شبعوش قوي، فقلت اعمل لهم بقى عشا كويس كده. فقلت اعمل لهم بقى برجر اهو. ما شاء الله بياخد لون جميل كده، والتخطيطه بتاعت الجريلا بتبقى جميله. طعمه كان جميل جدا جدا. دول الكميه اللي معايا. زي ما انا قلت لكم عايزين تكبروا كبروا، لان هو اخد يعني صغر شويه كده زي ما انتوا شايفين. بس والله كان جميل جدا. كبروا بقى انتوا زي ما انتوا عايزين المقاس اللي يعجبكم. بس انا كنت شايفه المقاس ده كويس ومناسب يعني على العيش. وانتوا بقى وبراحتكم برضو. في ناس بتحبه كبير وفي ناس بتحبه صغير. تضغط عليه كده عشان يستوي. هو مش بياخد وقت على فكرة والله. وهنا بعد ما استوي طلع كده، فقلت احط العيش كده ياخد تحميصة وتخطيطة الجريلا دي كده ويسخن يعني قبل ما احطه نحشيه اهو. ضغط عليه كده عشان ياخد تخطيطة زي ما انتوا شايفين كده. التخطيطة اللي انتوا شايفينها دي هسيبه شوية كده، وبعد كده هعمل. وهنا بقى كان جوزي قطع لي كده الخضار زي ما انتوا شايفين، الخيار والطماطم والكابوتشا والفلفل الرومي زي ما انتوا شايفين التقطيع الرفيع قوي ده ما شاء الله. وهنا كان البرجر اهو خلاص طلع واستوى ريحته جميله جدا. هجيب بقى كده العيش، هحط بقى مايونيز اللي عايز بقى، واللي عايز بقى بالكاتشب، واللي مش عايز بالكاتشب، وكل واحد عايز طلبه طبعا انتوا عارفين. وهحط كده شريحة طماطم وواحدة كده كابوتشا اهو. وحطيت قطعة جبنة رومي برضو زي ما انتوا شايفين. هحشي كمان واحد معاكم. احط كده مايونيز وفلفل وطماطم وكابوتشا، واحط قطعة جبنة رومي بدل الجبنة الشيدر عشان ما كانش عندي. واللي كان عايز بالكاتشب عملت له بالكاتشب، واللي مش عايز بالكاتشب برضو عملت له من غير. وكده اهو زي ما انتوا شايفين ما شاء الله. حطيت بقى شيبسي وكاتشب اهو
وحطينا زيتون واتعشينا والحمد لله. كان طعمه جميل جدا وريحته تحفة. جربوه بالطريقة دي وفرحوا ولادكم في البيت، حاجة نظيفة وهتفرح ولادكم بإذن الله. يا رب الفيديو النهاردة يكون عجبكم واستفدتوا منه لو بحاجة بسيطة، وإن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.